هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. الكل عايز رؤى. يا دلع يا دلع. بجد عجبك؟ طبعا عجبني، بس اوعي تقولي انك هتطلعي بيه من اوضه النوم. وفيها ايه؟ انا في بيتي وبين ولادي. انت اكيد بتهزري مش كده؟ لا مش هزار، ده مجرد فستان حمالات. مالك مستغرب ليه؟ انا صحيح كنت بطلت البس الكلام ده عشان تخنت وما كنتش مبسوطة من شكلي، لكن انا دلوقتي جددت دلابي وهلبسه عادي. لازم الولاد يشوفوا امهم حلوة ومتدلعة في البيت، ده عشان يتعلموا. لا 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 لا، انا مش وافق على الكلام ده. انت ليه بتدور تأيد حريتي جوه وبره؟ مش انت عاجبك؟ ليه عايز تحبسني بيه في اوضه النوم؟ ده فستان عادي على فكره، بس انت اللي مش متعود. ايه اللي بتقوليه ده؟ وفين وقارك كأم قدام عيالك؟ انت اكيد اتجننتي. اتجننت للدرجه دي؟ الولاد بيشوفوا كل حاجه في الشارع والنادي والمسلسلات، وانت عايزني احافظ على قلب ست الحاجه ليه؟ ومالها ست الحاجه بقى ان شاء الله؟ ما هي امي وامك كانوا كده، واحنا اولادهم وبنحبهم وبنحترمهم. على عيني وعلى راسي، بس انا مختلفه وجيلي مختلف. احنا بنحب نتنطط ونرقص ونتدلع، واظن ده ما يضايقكش. تنطيط ورقص ودلع ايه بس؟ ده انت اتجننتي خالص. وبعدين معاكم بقى، ده انتوا حيرتونا. انتوا عايزين ايه؟ عايزين رؤى ولا ست الحاجة؟ لا طبعا، الشعب ينادي رؤى. طب ورؤى دي بقى لازم تبقى زوجة تانية عشان تبقى مستساغة؟ يمكن زوجة تانية، واحتمال في السر كمان. لا الموضوع مش مضحك على فكرة. الراجل لما بيجي يتجوز غالبا بيروح لبنت الناس اللي ترضيه وترضي أهله، وبيبدأ يحط مراته في قالب ست الحاجة، في حين إنها بتبقى جاياله جاهزة للانبساط والدلع. تلاقي نفسها اتحشرت في المطبخ، وردي جوزك وراي حماتك وخلفة وعيال، وتتسحل لها كام سنة على ما تفوق، ده لو فقت أصلا. ومين قالك انه بيبقى مبسوط؟ ده بيبقى مخضوض. بس زي ما تقولي مش عارف يطلب منها ازاي انها تبقى الست اللي كان بيحلم بيها، الست اللي تقول للدلع قوم وانا اقعد مطرحك، وفي نفس الوقت بتطرده صورة امه. فلتسكت ولتيأس ايها المسكين. يسكت؟ لا والنبي، قول يبصبص ويلعب ويدور على احتياجاته بره. ممكن يكون بيحصل بس مش مع الكل. في واحد بيجي وبيتكلم وبيحاول وبيتغاضى، وأحيانا بيتعاطف مع مراته مع الأسباب اللي خلتها تأثر، وفي واحد بيعبر عن ضيقه وغضبه. والله صورة الراجل اللي بتتكلم عنها دي محترمة جدا، يعني صبره ومحاولاته دايما انه يفهمها احتياجاته كمان لازم تحترم. وهي بقى لو ما فقتش تبقى غلطانة. حتى لو مشغولة ومستهلكة لازم تعتني بنفسها وبيه وتدلعه وترضيه. هو إيه الكلام الحلو ده؟ استنى ما كملتش. لكن بقى يحطها في قالب الحاجة عشان يعيش مطمن ان محدش بيبصلها، ويتقل عليها العبء وتتحول زي الطور في الساقية وتنسى نفسها خالص. وبعدين يطلع بقى يبص بره، قال ايه؟ احتياجاتي. ده يبقى عايز بس ما تكمليش. صح وعندك حق، بس الرجالة كتير ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها ولا عن طلباتها. مؤكد التربية عليها دور كبير، ودي مشكلة حقيقية. المفروض ان كل راجل بيربي مراته على ايده وبيعلمها ازاي تبسطه ويبسطها، بس لما بيغيب الوعي هو نفسه ما بيبقاش عارف يعمل ايه. يعني عايز حاجة معينة ومكسوف يطلبها، فبيفضل ياخد حاجة جاهزة. الله ينور عليك. وساعتها يقع في فخ ست العبان، ويبقى حاسس انه بيحبها ومحتاجها، لكن الست اللي في البيت دي خليها للعيال، وتفضل متغفلة وسهيانة معاهم، والغلبانة فاكرة انها بترضيه. مش ده يبقى ظلم؟ يا تامر، الستات كائن يقدس الدلع ويحب الحياة المفرفشة. نكبتها ونحولها وبعدين نرجع نقول بقت غم ونكدية؟ صدقني، لو عايز مراتك تبسطك يبقى لازم ما تتكسفش تطلب،
وبلاش تحطها في القالب اللي انت نفسك هترفضه بعد شوية وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان، وتفضل تدور على حاجات استحالة تعرف تلاقيها في بيتك بعد كده. يمكن تلاقيها بره، لكن ساعتها قلبك عمره ما هيرتاح وهتفضل تايه. ونصيحتي ليك، خليك واعي وخلي عينك جوه بيتك مش براه. وانتوا بقى رأيكم ايه؟